صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تعملي لي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. ويا ريت لو الفيديو عجبك تعملي لايك للفيديو. فيديو النهارده باذن الله روتين حلو جدا جدا هيعجبكم. بس نبدا يومنا بقى بدعاء الصباح. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. بصوا دي بقى شكل السما النهارده. السما شكلها تحفه. احساسك ايه بقى لما تكوني قاعده كده بصوا بتفطري بقى وبتمزمزي بقى كده في كوبايه النسكافيه، ويقوم جاي الكائن ده وحاطط الريموت في قلب كوبايه النسكافيه؟ انا عن نفسي عادي اتعودت على الصدمات. انا بصوا كملت كوبايه النسكافيه ولا كاني شفت والله العظيم يعني ما عادش بقى اتخيل ان الريموت ده كان في بقي من قبلك. المهم ان انا كملت كوبايه النسكافيه. انا خلاص شلت من جوايا احساس اللي انا ببقى قرفانه او الكلام من ده خالص. ما عادش يا جماعه، احنا امهات، ما عادش المفروض نحس بان احنا قرفانين او اي حاجه من الكلام ده. المهم انا اتعودت يعني على الحاجات دي. هي حطت لي البتاع، حطت لي الريموت في كوبايه النسكافيه وبعدين قامت عامله ازاي. يعني المهم اللي هي بتصطدم صدمتي. يعني المفروض ان انا ايه اعمل كده، هي عايزاني اعمل كده. المهم انا ما اتكلمتش خالص وقمت حاطه الريموت على جنب وقمت رايحه مكمله كوبايه النسكافيه عادي. دلوقتي بقى يا بنات شغلت القرآن كده، صوت القرآن في البيت راحة نفسية رهيبة عشان خاطر اقدر اكمل يومي كده واشوف انا اعمل ايه. طبعا بصوا كوكي يعني مقسمان الفيديو كله، يعني مش سايباني اتهنى على اي حاجة خالص يعني. فشغلت بقى كده دورة غسيل وحطيت لها بقى المسحوق بتاعها وحطيت دوني كده في الدرج، وهي بقى تشتغل بقى كده مع نفسها لحد ما اشوف انا هعمل ايه. النهارده قلت اصور معاكم كده غسيل الحمام كده على السريع. انا طبعا كل يوم بعمله، وساعات مش كل يوم الصبح، ساعات بعد ما اخلص اللي ورايا، ساعات المهم اللي هو كل يوم لازم بيتعمل الصبح بقى، الظهر، العصر، الوقت المناسب يعني اللي انا بلاقيه فاضيه فيه. هو بصوا الحنفيه هو تعتبر نضيف يعني، بس الحنفيات ايه كانت عايزه اللي هي يتعاد عليها كده، حاطه انا سلكه وسبونشه كده في الحمام وبعمل بيهم. فعدت عليهم كده على السريع. وعندي البتاع الفرشه دي كانت قديمه مقشه يعني عاديه، مخصصاها ايه للقعده، بعمل بيها الجزء اللي هو بره والقعده من بره، والفرشه طبعا للقعده من جوه. كان معايا بتاع دون جردل كده حاطه فيه شويه كلور وشويه برسيل بودر على شويه ميه، دول اللي انا غسلت بيهم الحمام. ودعكت برضو الارضيه كده على السريع بالفرشه. ان شاء الله باذن الله ناويه ان انا اعمل فيه تغييرات كده وتجديدات. بس شجعوني يا بنات، تحطوا لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع، وهتشجع بقى ان انا اصور لكم بقى حاجات كتير يعني. المهم انا مش بحب بصراحه ان انا اصور غسيل الحمام وكده عشان خاطر ايه يعني ما بقاش متحكمه قوي في التصوير وكده وانا في الحمام. وخدت البانيو. بصوا الفرشه دي فرشه خشنه كده شويه، فانا باخد بيها الحمام كده كل يوم البانيو والحاجات دي على السريع. في التنظيف بقى اللي هو بيكون كل شهر كده ولا حاجه بمسك السلكه وبمسك بقى فتفوته فتفوته بقى. لكن ده غسيل يومي كده على السريع ما بياخدش وقت ولا حاجه. فغسلت بقى كده البانيو على السريع، ما عملتوش من بره، ما عملتش الحيطان اللي حواليه ولا حاجه. هو بس البانيو من جوه الارض البتاع دون القعده وكده. كل ده اتغسل كده واتشطف كويس كده على السريع، ما خدش معايا وقت ولا حاجه، وبالمساحه ونشفت بقى الارض كده. وساعه لما الارض نشفت حطيت بقى كده الفرشه اللي انا بحطها كده، يعني تعمل منظر يعني شويه، مش عاده مش على طول يعني بحطها بصراحه، بس قلت النهارده احطها كده ايه كنوع من انواع التغيير يعني. ورشيت كده شويه معطر. عايزه اقول لكم المعطر دون تحفه 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 تحفه. لما برشه كده في الحمام جوزي لما يجي داخل يقعد يقول لي هو انت حاطه ايه في الحمام؟ الحمام ريحته جميله. قلت له مالكش دعوه بقى، دي اسرار. المهم يعني الريحه عجبتك. بصوا الحمام بيخلي الحمام ريحته تحفه. هو اسمه كنزي من فريده، اسمه كنزي، الريحه بتاعته اسمها كنزي. المهم خلاص بقى بطفي النور بقى وبسيب الحمام كده مع نفسه، بسيب الشباك مفتوح شويه لحد لما يبقى ينشف خالص خالص. وبعد كده بروح بقى ايه اروح جايه قافله الشباك. دخلت بقى دلوقتي عشان اعمل فطار ليا. قلت اما اعمل لي كوبايه نسكافيه كده بقى تصحصحني عشان النهارده ورايا شغل. بصوا بلاوي بلاوي متلتله يعني. بصوا هو الفيديو انتوا بتشوفوه قدامكم بيكون صغير كده، بس بيبقى خد مني اليوم كله بسم الله ما شاء الله يعني. فحطيت كده معلقه كده من النسكافيه. اكتر حاجه بتضايقني في الشويه اللي هما في الاخر دول بتلاقوهم لازقين ومش بيعملوا رغوه حلوه، مش بيعملوا رغوه كتير يعني في المج وكده. عملته تقريبا 3/4 كده ميه وربع لبن، لان مش يعني ماليش في اللبن يعني.
وده الكماك بقى اللي انا كنت عاملاه معاكم. بصوا ما شاء الله، اول لما بطلعه من الفريزر بيطرى بقى كاني لسه مطلعاه من الفرن. ما شاء الله طري وجميل جدا، عسل يعني. انا عايزاكم تجربوه، ما تقطعوش الحاجات دي من البيت. الاطفال بيحبوها جدا عن العيش اللي هو عن العيش العادي يعني. بتكون طريه كده وسهله في المضغ وفي الاكل. حتى لو انت حطيت عليه جبنه بس كده بيكون طعمه تحفه، لان العجينه بقى فيها سكر وفيها لبن، فطعمه طبعا بيكون احلى من العيش العادي. فعملت واحد كده بجبنه، ودي المربى بقى بتاعت الجزر اللي انا كنت عاملاها معاكم. بسم الله ما شاء الله خلصت يعني. ولادي حبوها قوي، وطعمها بصوا ميزز كده وجميله جميله جميله. انا ناويه ان شاء الله ان انا اجيب واعمل تاني، لان خلصت معايا بسرعه. بسم الله ما شاء الله يعني طعمها بصراحه تحفه. فاخدت بقى الكلام ده وانا رحت فطرت، وطبعا شفت الكارثه اللي حصلت لي، بس عادي يعني انا متعوده على الصدمات. بصوا ده شكل الصاله عندي. بصوا انا جبتها لكم على الطبيعه، بس مش على الطبيعه قوي يعني بصراحه. كانت في شويه هدوم مرميه هنا وهنا فشلتهم، وبعد كده قلت اما اصور لكم عشان قبل وبعد عشان تتشجعوا يعني. دلوقتي بقى افتح الشبابيك علشان الدنيا تتهوى كده وابقى شغاله كده بنشاط. بصوا بقى الجو النهارده كان عامل ازاي. ما شاء الله ما شاء الله، السما كان شكلها تحفه جميله وصافيه وشكلها على الحقيقه احلى احلى يعني. كنت عايزه افضل واقفه اتفرج كده عليها. الجو بقى بسم الله ما شاء الله خلاص بقى بدأ ان هو يظبط من هنا ورايح لحد اخر الشهر، لحد اخر شهر 3 ما عادش الدنيا هتشتي غير مره واحده بس. تمام. فخلاص الجو بدأ ان هو يظبط، بس في عواصف بقى يعني في طول شهر 3 من اوله لحد اخره كل اسبوع كده في عاصفه، كل عاصفه بقى كلها تراب يعني. فانا مش عايزه ان انا ابدا في تنظيفات رمضان دلوقتي غير لما كل العواصف دي تروح. يعني مش عارفه انا هزنق نفسي، انا عارفه زنقه سودا بس مش مشكله يعني. هو رمضان تقريبا من 10/4 مش عارفه. فتقريبا كده التنظيفات يعني هعملها، يعني هاخد تنظيفات قبل رمضان وتنظيفات بعدها، لان أنا عندي الدنيا نظيفه يعني. انا مش عايزه بصراحه، مش عايزه اغسل سجاد ولا كلام من دون غير في رمضان، عشان انا مش حابه ان انا الشقه تفضل طول شهر رمضان كده من غير سجاد، عشان خاطر بتتبهدل جامد بقى يعني. انتوا عارفين بقى العيال والميه ويقعدوا مش عارفه بيبهدلوا الدنيا يعني. فانا مش عارفه انتوا حظكم بقى. لو الجو ظبط كده ولقيته بقى حار على اخر شهر 3 كده، هقوم رايحه جايه شايله بقى ونعمل تنظيفات رمضان. الجو لسه برد وفي عواصف وتراب، يعني مش عارفه بصراحه هعمل ايه. بس انا انصحكم ان انتوا ما تعملوش حاجه دلوقتي غير مثلا المطبخ مثلا من جوه تبداوا فيه. انا الحمد لله المطبخ عندي يعتبر مخلصاه يعني، كان فاضل كده ضرفتين وعملتهم معاكم وخلاص المطبخ عندي يعتبر خلصان. ف فمش عارفه بصراحه هو على رمضان على قبل رمضان هيكون اتبهدل تاني ولا لا. المهم دخلت بقى كده على دخلت كده على الركنه، شلت البتاع اللي هي كانت محطوطه عليها الدفايه عشان تتغسل، ونفضتها كويس، نفضت الشيلات بتاعتها. والترابيزه بتاعت الركنه برضو بقع فيها فتافيت كده من جوه، فبروح جايه شايله الازاز من عليها وخبطها خبطتين كده على وشها يعني، علشان لو فيها اي فتافيت او اي حاجه تنزل. ودلوقتي هشيل الحافظه بقى عشان كنت عايزاها بقى تشمس. الشمس النهارده كانت جميله ما شاء الله، وبقالي فتره ما شلتش الحافظه ولا شلت السجاد بتاع الصاله والانتريه، حطيته في الشمس. خلاص بقى شلتهم زي ما انتم شايفين كده، حتى المشايات برضو حطيتهم كده في الشمس. الجو تحفه. هشيل بقى كل الكراكيب دي وهطلع برضو السجاده دي. السجاده دي تقيله تقل، بصوا تقيله تقل السنين، رزوه بمعنى كلمه رزوه. في اليوم اللي قبله كنت مصوره لكم البلكونه، كنت منضفاها وكانت زي الفل، بس طبعا لما نفضت السجاده اتبهدلت يعني شويه. وكنت غاسله المفرش القطيفه بتاعت اوضه الاطفال. بصوا دي الفتافيت بقى اللي نازله من السجاده، فتافيت العالم كله كانت في قلبها. وهي السجاد الشاك كده لازم يبقى فيه فتافيت كده كتير، حتى المكنسه مش بتطلعها، لازم تشيلي الجزء اللي هو قدام دون، وتعملي بالجزء اللي هو الرفيع خالص بتاع الستاير عشان خاطر تشيلي الفتافيت دي. دلوقتي بدأت ان انا انفض البرائح بتاعتي زي ما انتم متعودين معايا. ببدأ من فوق لتحت عشان خاطر لو اي اتربه او اي حاجه انزلها الاول، وبعد كده اكمل بقى الشغل اللي تحته كده. عايزاكم بقى كده يا بنات تقوموا كده تتنشطوا وتتشجعوا معايا. مش عايزه اي حد يكسل خالص خالص. كل اللي وراه حاجه كده تقوم تخلصها، سواء تنظيف يومي تنظيف اسبوعي. قومي كده ادعكي الحمام دعكه كويسه ورش كده فيه شويه معطر. خلي جوزك كده يحس بتغيير، ولادك كده يحسوا بتغيير، وداخلين يلاقوا الدنيا كده ريحتها جميله. انا بصراحه
كنت اول لما جالي بقى الفكره بتاعه المعطر دي قلت يعني انا حابه ان انا اعمل اي حاجه، يعني انا مش عارفه ان انا اغير في شكل الحمام، فقلت اغير في ريحته، يعني خليه تبقى ريحته حلوه كده. فغيرت في نفسيتي، كل ما حتى اما اجي داخله كده الاقي الدنيا كده ريحتها حلوه. ولو عندك بقى ستاره في الحمام او كده رش عليها، لان هي المعطر بيثبت على الاقمشه اكتر، او الطقم بتاع الحمام رش عليه، على الفوطه اللي انت هتنشفي بيها مثلا وشك او كده، بوخ عليها بخه كده صغنونه، فتخلي كده الحاجه تكون ريحتها حلوه. خلصت بقى تنفيض البراءه ونزلت على الانتريه بالفرشه التحفه دي. بص ما بتخليش فيه اي حاجه ولا فتفوت التراب، المخدات بخبطها في بعضها كده، والشلت بعملها بالفرشه بتنزل اي اتربه او اي حاجه عليها. لو انت بقى وصلتي للجزء دون عايزاكي تكتبي لي رقم لايك بتاعك في التعليقات، واعملوا لي يا بنات تعليقات كتير على الفيديو، عشان التعليقات هي اللي بتخلي الفيديو، التعليقات واللايكات بتخلي الفيديو يترفع. انا حابه ان انا اكمل معاكم في القناه، مش حابه اللي انا يعني اوصل لمرحله ان انا اقفل القناه او ما عادش اشتغل عليها. انا بحب يعني انا سيبكم انتوا من الفلوس والفايده اللي بتيجي من على الفيديوهات دي. بصوا يعني انتوا ذات نفسكم لو تعرفوا اصلا انا باخد كام على الفيديوهات دي بجد مش هتصدقوا والله، هتقعدوا تضحكوا. يعني بصوا ملاليم ملاليم من الاخر، يعني لو الواحد باصص اصلا على فلوس كان قفل القناه من زمان. انا ما قبضتش من القناه من شهر 4 اللي فات، احنا دلوقتي في شهر 2، يعني بقالي داخله في سنه اهو ما قبضتش من القناه ولا خدت منها ولا مليم. انا حابه القناه، حابه الشغل فيها، بسلي نفسي وانا قاعده بالليل كده، بقعد ابص على التعليقات بتاعتكم وارد عليها. يعني بحس ان انا في حاجه بتتغير في حياتي. انا ما بخرجش ولا بروح ولا باجي ولا بتفسح ولا بروح لماما غير كل فين وفين، فحياتي ما فيش فيها جديد. يعني الحاجه الوحيده اللي جديده في حياتي الفيديوهات اللي انا بصورها لكم والتعليقات بتاعتكم. فعايزه اقول لكم لما بقعد كام يوم ما بنزلش فيديوهات وادخل عندي كده ملقاش تعليقات جديده، والله ببقى متضايقه وببقى زعلانه، وبضطر بقى ان انا انزل لكم حاجه عشان اشوف تعليقاتكم. يعني انا مش حابه ان انا يعني ابقى محبطه لدرجه ان انا اوقف شغل على القناه خالص او ان انا اقفلها. فعايزاكم تشجعوني وتحطوا لي لايكات كتير على الفيديو وتعملوا شير واكتبوا تعليقات. التعليقات برضو بترفع الفيديو، بتخلي الاشعارات توصلك، يعني كل لما تكوني متفاعله اليوتيوب بيلاقيكي متفاعله بتكتبي اي تعليق. ان شاء الله لو هتحط فيه مثلا ملتصقات قلوب اي حاجه اعرف ان انت شفتي الفيديو وان الفيديو عجبك. تمام. عبري عن رأيك في الفيديو حتى لو بملتصق كده، هعرف ان الفيديو عجبك، علشان خاطر برضو الاشعارات توصل لكم برضو. يعني انا لما بدخل على قناة كده وبكون حباها وبعلق عندها بلاقي دايما الفيديوهات بتاعتها بتظهر عندي عشان خاطر ان انا بتفاعل معاها. فعايزاكم بقى كده تشجعوني عشان انا حابه ان انا اكمل، والله العظيم حابه ان انا اكمل في القناه بعيدا عن اي فلوس او اي دخل بيدخل يعني من القناه. انا حابه ان انا اكمل معاكم وانا اصلا ما عنديش اخوات بنات، فانا بحبكم وبحب ان انا اتكلم معاكم واشوف تعليقاتكم وكده، بكون مبسوطه وفرحانه. دلوقتي بقى دخلت كده على السفره، مسكت الكراسي بتاعت السفرة نفضتها كويس جدا من اي اتربة عليها. بصوا بسيل كتير جدا على الكفر بتاع كراسي السفرة دون، هو جاهز ولا تفصيل ولا مش عارفه ايه وسعره كام وكده. انا كنت جايبه من جروب على الفيس، كان الكفر دون كان ب27 جنيه. انا بشوف دلوقتي بيتباع على جروبات كتير، اكتبوا بس كده على الفيسبوك كفر الكراسي هتلاقوه بيتباع على جروبات كتير اونلاين، بيتباع ب30 جنيه، بس انا كنت جايباه ساعتها كان ب27 جنيه. فهتلاقوه على جروبات كتير. الجروب اللي انا جبته منه من البلد اللي انا فيها وما بقتش بتنزله، يعني ما بقتش اصلا بتشتغل قد كده. فانتوا لو حابين ان انتوا تجيبوه في منه للانتريهات والركن والحاجات دي برضو جميل وعملي وسهل كده في الاكمنه، وعامل زي الاسترتش كده، فبيكون حلو جدا يعني وانتي بتستخدميه، مش اللي هو شادد يعني وكده. المهم ايه، لمعت بقى كل الترابيزات اللي في قلب الشقه، الترابيزه بتاعت الانتريه والازاز بتاع ترابيزه الركنه لمعته، والسفره اخر حاجه هعملها في الشقه ان انا المع الارضيات وكده خلاص شكرا بقى. بص انا مثبته العيال على الركنه، مش عايزه اقول لكم يومها زوري اتبح من كتر الكلام والمناهد عشان خاطر يقعدوا وما يمشوش على الارض. اخر لما زهقت خالص قمت مدخلهم في اوضه النوم وقمت قافله عليهم بالمفتاح علشان خاطر انا مش عايزاهم يمشوا على الارض وهي مبلوله، خايفه عليهم ان هم يتعبوا كده. فبصراحه يومها يعني قعدت اقول لهم انا حرمت امسح الشقه، والله حرمت امسحها
اعمل ايه بقى، ربنا يهديهم يا رب. خلاص بقى كانت الارض كانت نشفت وكده، وبدات بقى ان انا ادخل السجاد وفرشت بقى وكده. دي بقى اللحظه اللي انا بستناها بقى طول النهار، مخلصه برضو كالعاده يعني، وخلصه برضو قرب المغرب كده ولا حاجه. طلعت بقى الدفايه دي بتاعت اوضه الاطفال، قلت اما احطها كده كنوع من انواع التغيير يعني، بما ان فرشه طقم تاني وفي واحد تاني يعني هما 3، فقلت اما اخد منهم واحده كده احطها على الركنه. آه على ما ابقى بقى اجيب لها حاجه يعني تانية، ما اجيب لها قماش او اي حاجه. فانا قلت اغير يعني من نفسيتي وكده. والمفرش بتاعي السفره عملته كده من نص تغيير. الترابيزه بتاعت الانتريه جبتها بالعرض بدل ما هي محطوطه بالطول. المهم ان انا احس باي تغيير كده في الشكل، واحس ان انا عملت حاجه. برضو كده بالمعطر، وهبخ كده على بس مش كتير يعني على الانتريه وكده، طالما انا قفلت فمش هرش كتير. بس كده يا حبايبي، وبكده اكون خلصت بقى الفيديو معاكم النهارده. عايزاكم بقى كده تقوموا تنفذوا اللي انا عملته دون، لو فعلا الدنيا عندكم مستاهله يعني اللي هي تنظيف بقى اسبوعي وكده. قوموا بقى كده يلا، الجو بقى جميل اهو، ما عادش بقى لكم حجه يعني، الشمس ما شاء الله طالعه وجميله. قوموا كده يلا اتنشطوا كده وتشجعوا. ولو انتي لسه ما حطيتيش لايك للفيديو لحد دلوقتي، طلعي كده بصي وشوفي كده حطيتي لايك ولا لا. اسيبكم بقى على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.